اخواتي الكتيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية جديدة وحلقة جديدة وجايين نتكلم فيها عن كل ما يدار داخل نادي الزمالك وداخل النادي الاهلي. عارف انت زعلان مني بسبب قلة الحلقات، بس والله في دور برد مميت ماسك الناس كلها عمال على دماغها بيقنقنها. والله في حاجة غير في موضوع البرد ده، لكن انا عارف ان انت زعلان مني، فجاي النهارده اراضيك سواء اهلاوي او زملكاوي بكل التفاصيل اللي انت عاوز تعرفها اللي بتدار داخل نادي الزمالك وداخل النادي الاهلي. كل التفاصيل النهارده مهمه جدا، فهبدا الحلقه الاول. استاذنك الاول انك تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين، فصلوا عليه. وتاني حاجه انك تبدا كده بلاك واشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وتعالى نتكلم الاول بحكم ان احنا زملكاويه ودي قناه داعمه الاول والاخر نادي الزمالك، فتعالى نتكلم في نادي الزمالك والاخبار الموجوده. بص يا سيدي، اهم ملف يدار داخل نادي الزمالك هو ملفين اتنين، ملف مهم جدا وهو ملف الفلوس، ملف الرواتب، ملف المستحقات. الزمالك عنده ازمه ماليه باينه للاعمى ومش محتاج اي حد سواء انا او غيري يعرفك ان الزمالك عنده ازمه ماليه. طب بدايه الازمه بدات بسبب سحب ارض نادي الزمالك، لان نادي الزمالك كان هيقوم عليها فرع جديد لنادي الزمالك واخد فلوس، والزمالك كان المفروض يبقى فيه دفعات جايه. سحب الارض وقف كل حاجه، الزمالك يجي على نقطه الصفر تاني. طلعنا واتكلمنا وهللنا وقلنا يا جماعه على اهميه رجوع الارض وان الزمالك اجراءاته القانونيه سليم وعوده الارض، لكن ما فيش حد من مسؤولي نادي الزمالك صرح بنسبه 1% حتى عن عوده الارض. كلها اخبار واجتهادات من مصادر، لكن لحد اللحظه اللي بكلمك فيها دي مفيش حاجه رسميه. الا النهارده جريده البورصه اكدت في تصريحات للكابتن هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، اكد لصحيفه البورصه ان الارض ستعود لنادي الزمالك مقابل دفع غرامه مقابل 5 ملايين جنيه. تسالني مين الغلطان في القصه؟ نادي الزمالك مش نادي الزمالك اللي ارض وزير الاسكان؟ مين اللي غلطان في القصه دي؟ اركن كل ده على جنب ونتكلم في عوده الارض، لان هيطلع نتكلم نقول الزمالك صحيح، هيطلع وزاره الاسكان ترد لا مش عارف ايه، فهتدخل نفسنا في قصه احنا ما عندناش معلومات اكيده بنسبه مليون في الميه عن مين غلطان. لكن طالما الارض رجعت يبقى الزمالك كان موقفه سليم. هي انت عارف مش عايز نتكلم في حاجات ممكن تودينا في 60 داهيه، فنركز خلاص ان عوده الارض. وهسيب لك اللينك عشان لو حد طلع برضه اتفزلك وقال لك الكلام ده انت جايبه من عندك، فهسيب لك اللينك بتاع الموقع بتاع جريده البورصه وتتاكد بنفسك. بص يا سيدي، عودة الارض مهمه جدا بسبب ان الزمالك عنده ازمات ماليه مش هيحلها غير النفس الاخير او اللي بيسموه ايه، الحاجه الاخيره اللي هتقيم نادي الزمالك وتوقفه على حيله تاني من جديد، وهي عوده الارض. الزمالك عنده مستحقات ماليه، وصفحات الاهلي النهارده بقالها كذا يوم عندها سكريبت متوزع ان الزمالك عنده ازمات ماليه، والناس كلها مش محتاجه سكريبت زي ما قلت لك في بدايه الفيديو ان الزمالك عنده ازمه ماليه. فصفحات الاهلي حاولت تستغل الموقف ده وتضغط اكتر على مجلس الاداره بموضوع شوكو بنزا. شوكو بنزا اللي شال صورته من على الانستجرام وشال كلمه لاعب في نادي الزمالك، والدنيا طبعا في جماهير الاحمر هاجت وماجت وما صدقوا لقوا غلطه عن نادي الزمالك ومسكوا الموضوع في كل الصفحات بقى ترند. تمام، يوم ربك سبحانه وتعالى يرد على الظالم بظلمه. تقول لي ليه؟ هقول لك. بص يا سيدي، بن شرقي اللاعب اشرف بن شرقي اللاعب المغربي اللي بيلعب في الصفوف الاهلي عمل نفس الموضوع، شال صوته وشال اسم لاعب في الاهلي ومحدش منهم قدر يفتح بقه. تقول لي ليه؟ اقول لك اللعيبه ممكن تكون في حاجه مضايقاها، في حاجه مزعلاها، ما بيقبضش فلوسه فبيحاول يضغط على الاداره بالحاجه زي كده. لكن تخش الاهلي المستقر ماديا ومستقر اعلاميا ومستقر كل حاجه هو الاستقرار نفسه، ليه لاعب عندك يشيل صوته ويشيل كلمه لعيبه في النادي الاهلي؟ قول لي انت ليه؟ ما عندكش دليل ولا عندك رد، فانت النهارده تمسك الموضوع كله توديها ازاي؟ مستحقات. طب انت النهارده الزمالك العيان ماديا والتعبان ماديا ومتصدر جدول الترتيب، وانت بكل التخمه الاعلاميه والتخمه الماديه والمشاكل اللي عندك، انا جاي لك في امام عاشور في نهايه الحلقه، انا جاي لك قدام وهقول لك التفاصيل كلها. فالزمالك مش محتاج حد يقول لك ان الزمالك عنده مشاكل ماليه، لكن ان شاء الله في تدخل من المهندس ممدوح عباس لحل ازمه المستحقات على الاقل الفتره ديت، وعوده الارض ان شاء الله الفتره الجايه دي هتخلي الزمالك عنده سيوله ماديه باذن الله تخليه يعني ايه يحاول يسكت السنه اللي مفتوحه على نادي الزمالك. حلو. تعال بص يا سيدي نتكلم في حته مهمه جدا بخصوص نادي الزمالك. سالنا عن اي حد من مجلس اداره، وطلعت اتكلمت في فيديو قبل كده قلت يا جماعه اي حد من مجلس اداره، لان مجلس اداره عندنا كله رجال اعمال يدفع من جيبه. انت النهارده عاوز تثبت لي حبك كزملكاوي، راجل معاك فلوس ملايين، ادفع مستحقات لعيبه ان شاء الله تديهم سلف نادي الزمالك وتاخدهم بعد عوده الارض. ليه بقول لك كده؟ لان النهارده يوم مهم. النهارده بعد 8 ايام من النهارده شكل جدول الترتيب هيتغير. تقول لي ليه؟ اقول لك بص يا سيدي، الزمالك عنده بكره الساعه 8 يوم الثلاث ماتش مهم قدام الجونه، وبعدها يوم الاثنين يعني بعد 8 ايام او زي النهارده من 8 ايام هيبقى عندك ماتش القمه بالاهلي والزمالك. فمن بعد الماتش شكل جدول الترتيب هيتغير، لان انت عندك ماتشين مهمين، او الجونه فريق كويس جدا وجاي لك في حلقه مهمه جدا في ليله مباراه الاهلي الزمالك والجونه ان شاء الله النهارده تنزل او بكره زي النهارده تكون موجوده قبل الماتش.
هقول لك كل التفاصيل بسبب ماتش في مباراه الزمالك والجونه. حلو. وبعدها ماتش الاهلي والزمالك في القمه، ده هيحدد ويغير شكل الترتيب. خلينا نتكلم عليه في حلقه منفصله، لكن زي ما قلت لك مهمتي النهارده ان اقول لك ادفع المستحقات لعيبه، عشان المستحقات ديت واكله دماغ اللعيبه، فخلص وانجز عشان خاطر الزمالك يكون مركز في الماتشات اللي جايه. تعالى بقى نتكلم على الاهلي شويه، لان الاهلي عنده مشاكل كبيره. هيقول لي واحد يا عم يعني الزمالك عنده مستحقات لعيبته ومستحقات الانديه اللي المفروض يدفعها عشان ما تشتريش الزمالك، والزمالك مليون مش عارف بمليار و2 مليار، وانت جاي لي على مشاكل الاهلي. اقول لك بص يا سيدي، احنا مشكلتنا مشكله ماديه، انت برضه مشكلتك مشكله ماديه. مشكلتنا في عدم تواجد الفلوس، انت مشكلتك في كثره الفلوس. تعال نتكلم براها. محدش هيطلع يضايق على الموضوع، لان الموضوع مفضوح قوي. ليه بقول لك الكلام ده؟ لان قصه زيزو عامله مشكله، واللي غير مقتنع بكده كذاب. يعني شوبير يطلع الصبح على قناه سبورت يقول لك في مشاكل بسبب زيزو، ويطلع بالليل على قناه الاهلي ما فيش مشاكل والدنيا مستقره وزيزو اكتر لاعب ملتزم وما حدش بيبص لحد، وكلام كله متناقض لبعضه. والكائن الاهلاوي يطلع الصبح يصدق شوبير، ويطلع بالليل يجي مصدق شوبير. ما تفهمش هم ماشيين من غير دماغ ولا ايه؟ المهم بص يا سيدي، قصه امام عاشور، طلبات امام عاشور بعد التجديد مع عطا مطري. بص الموضوع ده في قصه كبيره قوي مش هنفهمها دلوقتي. ليه مش هنفهمها دلوقتي؟ لان الموضوع كبير. انا عندي معلومات مهمه جدا بس سيبك منها دلوقتي. تعالى نتكلم ان امام عاشور نقل وكالته لادم وطني. حلو. طلبات امام عاشور للتجديد: المساواه باكتر لاعبين، ده اول طلب عندهم، المساواه باكتر لاعبين بيقبضوا فلوس وبيقبضوا فلوسهم بالدولار، وهو احمد السيد زيزو او احمد مصطفى زيزو ومحمود حسن تريزيجيه. ده اول شرط، ان تساوى بعقد الاثنين دول داخل الاهلي. تمام. الاهلي عاوز يجدد لامام عاشور لمده 3 سنين، لان امام عاشور فاضل له الموسم ده وموسمين كمان، فالاهلي عاوز يجدد 3 عشان يبقى واخد امام عاشور من الموسم الجاي 5 سنين. امام عاشور قال لهم التجديد هيكون لمده موسمين مش 3، انا هجدد موسمين، على الموسمين الموجودين يبقى عندي 4 سنين. سبحان الله، ده اللي كان بيقولوا لزيزو مع نادي الزمالك. بص بقى يا سيدي، لو زيزو لو امام عاشور بياخد 5 مليون دلوقتي، حلو، واتفق ان ياخد 50 مليون في الموسمين الجايين، يعني كل موسم 50 و50 100 مليون، يبقى السنتين اللي هم لسه هو مجددهم يتساوي بالموسمين اللي جددهم. يعني بمعنى ايه؟ لو هو بياخد 10 مليون في الموسمين الجايين، يعني الموسم اللي هو جاي ده 10 واللي بعديه 10، فبياخد 20 مليون، هيجدد ب 100، ال 100 تنتقل من الموسمين الجداد للموسمين القدام. فهمت؟ عشان يعمل مساواه باللي زيزو خده. ركز، هو مش هيطلع يقول لك ان هو بص لزيزو وان في مشاكل، هو مش مشاكل اصلا. هو اللاعب بيقول لك انا من اهم اللعيبه اللي عندك ومن اهم اللعيبه اللي جت لك بطولات، وخلينا متفقين النقطه اللي خلى الاهلي جامد الموسم اللي فات هو توهج امام عاشور وتوهج الفلسطيني الواحد للدوري الامريكي وسام ابو علي. خلينا متفقين في النقطه. اهم لاعبين في الاهلي كان هو امام عاشور، وبعدهم وسام امام مروان عطيه، وهم عاملين مشاكل بسبب قصه تجديد زيزو مبالغ فيه. فدي الطلبات ده امام عاشور. طب لو الاهلي رفض، بص يا سيدي، امام عاشور مدي لنفسه والاهلي فرصه لحد يناير الجاي. ليه؟ لموافقه النادي الاهلي او رفضه على طلباته الماديه. والاهلي لحد النهارده ساكت بين تصريحات وليد صلاح الدين ومحمد يوسف، الاهلي كل يوم عاوز يقعد مع امام عاشور، مش عاوز يقعد مع وكيله. وطبعا وكيله هو المتحكم في كل شيء، والاهلي هيموت ويجادل امام عاشور، ودي باينه ليه الاعمى، ويقول لك عكس كده كداب. ساكت من التصريحات دي لان انا عارف وانت عارف الاهلي عاوز يجادل امام عاشور. تمام؟ فلو الاهلي رفض طلبات امام عاشور في يناير، اللي امام عاشور هيدرس الطلبات او العروض الماديه اللي جايه له، اللي ابرزهم من الدوري السعودي. امام عاشور عنده عرض قوي من الدوري السعودي لاستقطاب نجم الاهلي الدوري السعودي، دي ما فيهاش خلاف عليه، وانا عندي من مصدر موثوق، واقسم بالله مصدر موثوق اكد حاجه زي كده. انت عاوز تصدق مين ربنا صدقه، مش عاوز براحتك اللي انت عاوزه. الموضوع بالنسبه لامام عاشور خلصان تمام. تعال نتكلم في قصه المدرب. سمعت انت 50 مدرب، فرنانديز بتاع البرتغال وفيشر ومليون واحد بيتكلموا، وفيتوريا وناس ياما، وقالك ساعات اللي اسمه اللي كان مدرب قالك ده فايلر، كل دول رفضوا. اللي كان قريب من تعاقد الاهلي معاه هو مين؟ فيشر. حلو. اللي وقف الدنيا الامور الماديه، خلافات في الامور الماديه، مش متفقين على شكل الامور الماديه. لكن القرار الاول الاخير او التارجت اللي الاهلي حاطه عشان يتعاقد مع مدرب هو التعاقد مع جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق والفتح السعودي الحالي. وطلعت الحمد لله من اكتر من حلقه قبل ما الاهلي يقول لك احنا متمسكين بعماد النحاس لحد ال5 ماتشات الجايين او ال3 4 ماتشات الجايين لحد توقف الدوري، قلت لك ده كله بسبب ان هم مستنيين جوزيه جوميز اللي مش بيمر باحسن فتراته مع الفتح السعودي. حلو.
لحد التوقف الجاي منظر الاهلي هيبان ازاي بان. لو حصل تعثر لجوزيه جوميز وتمت اقالته، انا بقول لك جوزيه جوميز مدربا للنادي الاهلي، وابصم على كلامي. لكن لو حصل والنتائج اتحسنت، الاهلي هيحاول يضغط ليتعاقد مع فيشر او غيره. لكن الخيار الاول للاهلي لحد النهارده هو التعاقد مع جوزيه جوميز. وطلعت اتكلمت وقلت الموضوع ده وصرخت ومحدش صدقني، وقلت يا جماعه الاهلي هيدي فرصه للمدير الفني المؤقت لحد التوقف الدولي الجاي اللي هو بعد ماتش الزمالك وحرس حدود باين اعتقد هيحصل توقف دولي. تمام. فالاهلي هيستغل ده انه يحاول يشوف جوزيه جوميز مرحلته القادمه مع الفتح السوري هتبقى عامله ازاي. وده اللي بيحصل واحده واحده تدريجيا. الاهلي جاب مدير مؤقت، مدير فني مؤقت عماد النحاس، قال لك على كلام شوبير اللي هو المتحدث السياسي للاهلي طبعا في قناه الاهلي ان في ثقه لعماد النحاس لحد التوقف الدولي الجاي. وده اللي بيحصل واحده واحده. المفاضل دلوقتي لو حصل وتمت اقاله جوزيه جوميز مدرب الفتح، فهتلاقي رسميا جوزيه جوميز مدربا للاهلي. وحصل ونتائج اتحسنت، الاهلي هيضغط شويه على فيشر ويخفض المطالب الماديه ويحاول يجيب حتى لو فيشر ما رضاش مدير فني تاني. مش هيدي وقت اكتر، لان الاهلي طبعا نتائجه مش احسن حاجه. فوزه طبعا على سميه كليوباترا ادى الاهلي نفس شويه. تمام. فخلينا نشوف اليوم الجاي يحصل ايه. عندنا حلقه مهمه الحلقه الجايه بسبب مباراه الزمالك والجونه وكل التفاصيل، سواء اصابه محمد شحاته واللي هيحصل الفتره الجايه وشكل الزمالك بعد عوده احمد ربيع. خلينا نتكلم في حلقه مجمعه ان شاء الله بكره او بعده بالكثير. النهارده بالليل ممكن تنزل حلقه، يا بكره ان شاء الله في ميعاد الحلقه دي تنزل حلقه مباراه الزمالك والجونه. فخلينا ان شاء الله نستنى اللي هيحصل ونشوف حلقه جديده. ولو عجبك كلامي واول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك وتفعل زر الجرس وتشترك في القناه. ما عجبكش كلامي وده في الكومنتات، وان شاء الله نشوف حلقه جديده. والسلام.